القضية ديال اليوم كيتجمع فيها المال والجنس والانتقام في جريمة وحدة. مرحبا بكم على القناة ديالي بنت الباشا. فاللي كيعجبو القصص ديال الجرائم الحقيقية والعالمية فما ينساش انه يدخل القناة ديالي ويشارك فيها. ومرحبا بكم كاملين. فكتبدا الاحداث ديال القصه نهار 7 مارس سنه 2017 ملي كيتفاجئ السكان ديال حي كاليفورنيا بالدار البيضاء بالخبر ديال اطلاق النار على البرلماني المعروف عبد اللطيف مرداس. فعبد اللطيف مرداس هو مواليد سنه 1963، مزوج بواحد السيده اللي سميتها وفاء وعنده منها جوج البنيتات ووليد. فملي سمعوا السكان ديال الحي الصوت ديال القرطاس خرجوا يشوفوا اشنو اللي وقع، فكيلقاو المرحوم مرداس طايح قدام الكراج ديالو كله دمايات. فعيطوا على الشرطه باش تبدا التحقيق في حل هاد اللغز ديال هاد الجريمه. فسولوا الناس الا كانوا شافوا شي حاجه قبل ما يتضرب بالرصاص، فقالوا باللي الصوت اللي سمعوه كان مع ديك العشرة تقريبا ديال الليل، في ديك الوقيته اللي كتكون فيها الدنيا خاويه. ولكن واحد السيد قال باللي شاف واحد داسيه كحله وهو متاكد باللي منها فاش تيراو عليه، ولكن هربت دغيا قبل ما ياخذ الرقم ديالها وما قدرش يعرف حتى شكون كان فيها ولا حتى شحال من واحد كان راكب فيها. فملي داروا المعاينه للجثه لقاوه مضروب فعلا ب3 ديال القرطاسات، 2 قرطاسات مضروب فيهم للراس وحده في قلبه. والناس ديال الحي والشاهد حتى هما سمعوا الصوت ديال 3 ديال القرطاسات. هذا كيعني بان هذا اللي ضرب عليه الرصاص ما جاش هنا باش يهددو ولا غير يضرب الرصاص غير هكذاك، فهذا اللي ضربو كان ناوي انه يقتلو. وبما انه نيش عليه نيشان وتيرا فيه يعني وصاب الهدف من طوموبيل بلا ما ينزل، فهذا غادي يكون غير شي قناص ولا شي قاتل مأجور ولا شي صياد محترف. فملي عينوا هذوك القرطاسات اكتشفوا باللي السلاح اللي تستخدم في هذه الجريمه هي مكحله ديال الصيد. ما كتعرفوا باللي مرداس كان رجل سياسي معروف، يعني فانه ضروري غادي يكون عنده شي اعداء، ولكن ما كانش حتى شي عداوه اللي يمكن توصل لدرجه القتل. فتحولت القضيه ديال مرداس لقضيه راي عام، وهذا الشيء زاد الضغط على الاجهزه الامنيه والشرطه باش تسرع وتلقى المجرم، زائد ايضا الضغط الاعلامي اللي كانت دايره مرات المرحوم واللي كانت في كل مره وفي اي لقاء صحفي كتبان منهاره وكتطلب منهم يديروا جهدهم باش يشدوا المجرم. وبدات كتناشد ايضا الملك انه يتدخل باش يسارعوا في التحقيقات باش يشدوا المجرم اللي خلاها ارمله ويتم ولادها. المؤلف كيدخل حل اللي كيقولوا الناس ان حل الباب، لقينا حل باب الكراج محلول واللي ضربوا وهرب. شي كيقول 2 طوموبيلات، شي كيقول وحده، ما عرفتش هادشي اللي عطا الله. وفعلا جلالة الملك عطى الأوامر ديالو باش يدخل جهاز المخابرات باش يسرعوا في التحقيقات. العداوة السياسية لمرداس اللي كانت باينة ما كاينه حتى شي معلومات عليها، حتى شي واحد ما كان مشبوه به، وحتى الأدلة أيضا ما كانتش كافية. ولكن كاينه واحد العداوة اللي من نوع آخر واللي قالت لهم عليها مرات مرداس واللي يمكن تكون خيط مهم في التحقيق. بهذا الوقت كانت دازت شي ايامات على الجريمه وهدات الامور شويه، فيعني ان الشرطه تقدر تمشي تاخذ الاقوال ديال ولادو ومراته مره اخرى. فوفاء قالت لهم باللي مرداس كانت عنده علاقه مع واحد البنت اللي سميتها خوله من بن حمد، وهي البلاد ديال مرداس ايضا، وكان عضو في مجلس النواب على هاد الدائره. وهاد البنت هي بنت واحد من اللي كيخدموا معاه هناك في الحملات الانتخابيه ديالو، وباللي شي واحد سرب ليه يمشي تصاور ماشي حتى اللي هي وراجلها على الانترنت. فملي وصلت هاد التصور لخوها واللي هو مصطفى، فجا قدام الفيلا وبقى كيهدد فيه باللي غادي يقتلو. ومن بعدها مرداس مشى دار به شكايه وتحبس مصطفى، ولكن دازت واحد الوقيته فالناس تدخلات وتصالحوا، وخصوصا باللي بات مصطفى هو صاحب مرداس، فمشاو تنازل ليه على الشكايه وخرج مصطفى من الحبس. فالشرطه تاكدات من الكلام ديال وفاء واللي لقاتو بصح كاين هاد الشيء، وهما ولا عندهم خيط كبير في هذه القضيه. بعد تحريات على مصطفى اكتشفوا باللي عنده داسيه كحله، يعني نفس لون الطوموبيل اللي تضرب منها الرصاص. وهنا كان عليهم ضروري انهم يجيبوا مصطفى لمركز الشرطه باش يبحثوا معه. من بعد ما سولوا على الهضره اللي قالت لهم مرات مرداس ما نكرش داكشي، وقال باللي اصلا بعد التنازل مشى مرداس وخطب اختو رسميا، واخا هو ما كانش راضي على هذا الزواج ولكن قبل على وجه باه واللي هو صاحب مرداس. ولكن هو
ما عنده حتى شي علاقه بالقتل ديال مرداس. فسولوه على فين كان في الليله ديال الحادثه، فقال لهم هو اصلا ما كانش في كازا، فكان في واحد القهوه في بن حمد مع صحابه، وكانوا سهرانين يعني حتى الصباح، وباللي هو ما عرفش بالواقعه حتى الغد ليه الصباح. وفعلا طلع كلامه كله صحيح، وهذا الشيء بان في التحريات اللي داروا على صحابه اللي كانوا سهرانين معاه، وايضا كاميرات بقى ليهم دابا خيط واحد اللي هو السياره داسير كحله، ربما يكون عطاها لشي واحد ونفذ بها الجريمه ديالو. ولكن هو اكد ليهم باللي باع السياره ديالو شحال هادي لواحد صاحبه، وجابوا هذاك صاحبه سولوه فين كان نهار الجريمه، فقال لهم بلي هو اصلا ما كانش في المغرب في ديك الوقيته، وباللي هو كان في اوروبا وكانت السياره معاه. وفعلا تاكدوا من هاد الهضره وعرفوا باللي مصطفى ما كانش عنده حتى شي علاقه بهاد الجريمه. فوصل التحقيق لواحد الطريق مسدود من جديد، حتى غادي تجي واحد المعلومه من عند الاهل ديال مرداس اللي غتبدل تماما الاتجاه ديال التحقيق. الشرطه وصلتهم معلومه من الاهل ديال مرداس باللي وفاء باديه في الاجراءات ديال الميراث والحساب ديال التركه اللي مخليها راجلها. فملي الشرطه دات البحث ديالها لقاو السيده وفاء مخرجه فلوس كثيره من الحساب المشترك بينها وبين راجلها الله يرحمه، وصيبات شهاده الوفاه، والسيده غاديه في الاجراءات قربات تساليهم. فواخا هادشي ما كانش فيه شي مخالفه، ولكن راه ماشي لوجيك، خصوصا ملي شافوا حالتها قدام الناس والكاميرا ملي مات الزوج ديالها. فقالوا يجيبوها للتحقيق معاها، ولكن هاد المره كان مشتبه فيها. المرحوم ما كانش عنده شي اعداء ولا شي حاجه؟ السياسه راه اعدائها كثير. في التحقيقات السيده تبدلات بزاف ولات تخرج في عينيها، خصوصا ملي سولوها على الفلوس اللي خرجات وعلى الاجراءات ديال الورث اللي كدير، فقالت لهم باللي هي ما كديرش شي حاجه اللي ماشي قانونيه، ودوك الفلوس اللي خرجات كانت محتاجاهم وخرجاتها عادي، وباللي هذا الشيء من حقها حيت هي بدات معاه من الصفر وجرات معاه حتى دار هاد الفلوس كامله. فكانت الاجوبه ديالها يعني جاهزه وبالعبار بحال كانت مدربه عليها من قبل. المهم السيده مشات في حالها، ولكن بداو كيراقبوها 24 ساعه على 24 ساعه، وكيراقبوا حتى التليفونات ديالها. ومن المراقبه اكتشفوا بلي كاين واحد الرقم اللي كتهضر معاه بزاف وبالساعات، وهي ديال واحد الشخصيه حتى هي سياسيه واللي سميتو هشام مشتري، وكان مشهور باللي هو صياد محترف. فكانوا عنده شويه فيديوهات في اليوتيوب واللي خلاتهم يشتبهوا فيه، وهي البندقيه اللي كانت باينه معاه في الفيديوهات. وايضا بان في التحريات باللي هشام ما كانش كيعرف مرداس لا من بعيد ولا من قريب، فكيفاش كانت كتهضر معاه مراته. فالشرطه غادي دير واحد الخطه قبل ما طلب هشام للتحقيق، واللي غادي تبان النتائج ديالها من بعد. فاشنو داروا؟ فبداو كيضغطوا على وفاء، في كل مره كانوا كيمشيو عندها للدار يستجوبوها ولا يعيطوا عليها لمركز الشرطه، ويعاودوا يسولوها نفس الاسئله باش يشوفوا واش كاين شي تناقض في الردود ديالها. وفعلا كل مره كان كيبان التناقض في هضرتها والخوف، وبعض المرات كتبقى تمثل عليهم باللي سخفات باش ما يحاصروهاش بالاسم. ما سالاو التحريات على هشام جابوه للتحقيق معاه، وجابوا البندقيه ديالو باش يعرفوا واش هي السلاح اللي تستخدم في الجريمه او لا. هشام في البدايه ديال التحقيق اعترف باللي فعلا داير علاقه غير شرعيه مع مرات مرداس، ولكن نكر التهمه ديال القتل وباللي هو ما عنده حتى شي علاقه بها. والمشكله ما كانت عندهم حتى شي دليل مادي اللي يربطوه بالجريمه، واخا كانت بيناتهم علاقه غير شرعيه، ولكن هذا ما كيتعتبرش شي دليل باللي هو اللي دار الجريمه. ولكن كما كنقولوا غلطه الشاطر بألف. فهشام ملي بدا التحقيق وتليفونه ما حبسش من الصونيت، واللي كان كيصوني عليه هو واحد الرقم اللي عارفينه كاملين واللي هي وفاء. كانوا مانعينه انه يجاوب عليها، حيت الا عرفت باللي هو عند البوليس فغادي تبدل الاقوال ديالها ولا تشوف شي حاجه اللي غادي دير تخرجها منها. ولكن فكروا في واحد الحاجه، قالوا ليه غادي ترد عليها، ولكن بشرط غادي تقول لها غير الو ونشوفوا اشنو غادي يوقع، وتسكت من بعدها وتخليها هي تهضر. وداك الشيء اصلا فعلا اللي كان هضر ليها، قال ليها اشنو كاين. فبدات كتشكي عليه باللي الشرطه كل مره جايه عندها للدار كتحقق معها، وباللي هي حاسه باللي الشرطه قريب غادي تعرف كل شيء وتعرف شنو داروا. صافي دابا هذا اعتراف رسمي من وفاء باللي داروه، فمشاو شدوها وجابوها باش يحققوا معاه ديال التحقيق. حتى ملي واجهوها بالاعتراف ديالها في التليفونات نكرت كل شيء، وقالت بلي هشام هو اللي دار كل شيء حيت كان كيغير من مرداس، وبلي هو غير صديق ديال العائله ودار اللي دار من راسو بلا ما يتفق معها. وقالوا ليها وإلا قلنا لك باللي هشام كيقول باللي انت اللي درتي هادشي كامل وهو غير سترك، فملي عرفات راسها غادي تغرق
كشفات القصه كامله من الاول والتخطيط كي داروا ليه وشنو الدافع اللي خلاهم يديروا هذا الشيء كامل. فاجي ونشوف. فالمشاكل ديال بصح واللي كانت بينها وبين راجلها بدات ملي عرفات العلاقه اللي كانت بينه وبين خوله، وخصوصا ملي قلبت تليفونه ولقات تصاوروا معها في وضعيه خايبه. فهنا هزاتهم بلا ما يشوفها وحطاتهم في الانترنت، وبسبب هادشي ناض صداع بينها وبين الاهل ديال خوله وخصوصا مصطفى واللي كانت بغات تلبس ليه القضيه. فمرداس ملي وقعوا هاد المشاكل قرر انه يتزوج خوله، ولكن كان ضروري من الموافقه ديال وفاء. ولكن هي غير سمعت هادشي تعصبات وتجنات وقالت ليه انه يطلق. فهاد الوقيته كانت كتمشي عند واحد الشوافه واللي سميتها رقيه شابون تعاود ليها على المشاكل ديالها. فالمهم مره حجاب مره سحور حتى ولاو صحابات. فهاد رقيه كاين اللي كيقول بانها هي الاخت ديال هشام، وكاين اللي كيقول بانها غير صديقه. فالمهم هي اللي عرفاتهم على بعضياتهم حتى تطورت هذيك العلاقه اللي بيناتهم لعلاقه غير شرعيه. وهشام حتى هو اصلا كان مزوج وعنده 3 ديال الوليدات، وكان حتى هو في مشاكل مع مرته وواصل للطلاق. فملي عاودت ليها وفاء على اخر مشكله بينها وبين راجلها وانها بغات تطلق من مرداس، قالت ليها بلا ما تطلقي وتخسري كل شيء، قتليه وتهناي ويبقى لك كل شيء. وقالت ليها تقولها لهشام يعاونها وبلي هو غادي يوافق وما تخاف من والو، حيت الا خططوا مزيان لهذا الشيء اللي غادي يديروا فما غادي يعيق بهم حتى شي واحد، حيت اصلا مرداس عنده بزاف ديال الاعداء. اتفقوا على الخطه، والتبانديت اللي كانت عندها في عقلها خلاتها تقول لهشام يكري واحد الداسيه اللي تكون كحله بحال ديال مصطفى خو خوله، باش اذا شاف شي واحد الطوموبيل يلبسها. وفي نهار 7 مارس سنه 2017 اللي هو النهار اللي غادي يديروا فيه الجريمه، اتصلت وفاء بمرداس وقالت ليه يجيب ليه معاه شي تقضيه للدار، وهذا الشيء غير سبب باش يتعطل في المجيه وتكون الدنيا خاويه. وملي رجع للدار وقف طونوبيلته ونزل باش يحل الباب ديال الكراج، وهنا كان مستنيه هشام في داسيه كحله واللي كان معاه حمزه ولد اختو، واللي هو اللي كان كرات الداسيه وكان صايق. وهشام هو اللي كان راكب اللور في الكرسي ومعاه الكحله، هو اللي ضرب الرصاص على مرداس. فهشام بعد الجريمه صفر حمزه لتركيا وقال ليه ما ترجعش حتى نقولها لك، ولكن المغرب صيفط مذكره رسميه للسلطات ديال تركيا وخلاتهم يسلموا حمزه ورجعوه للمغرب نهار 27 مارس 2017، يعني رجع ملي دازت 20 يوم على الجريمه. بعد التحقيقات والمحاكمه واللي استغرقت تقريبا 10 شهور، ففي 16 يناير سنه 2018 تحكم بالاعدام على هشام والشاري، وبالمؤبد على وفاء، وبالسجن 30 عام على حمزه و20 عام على الشوافه. تسد الملف ديال هاد القضيه واللي كان فيها كل دوافع الجريمه، المال والجنس والانتقام. المهم هنا نكون وصلنا للنهايه ديال هاد القضيه ديال اليوم. نتمنى ان شاء الله تكون عجباتكم القضيه ديال اليوم. تهلاو ليا في راسكم والله يتهناكم. السلام عليكم.